السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه معانا الخطيب يفتح النار على اتحاد الكوره ولجنه الانضباط. تاني حاجه معانا وهي وزاره الشباب والرياضه تامر نادي الزمالك بتنفيذ حكم العزل. اخر حاجه معانا وهي ان الرجاء جاي يبيع الميه في حاره السقايين. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو بطلب من كل واحد صاحبي حبيبي يعرفني ما يعرفنيش بيتفرج عليا النهارده ليله العيد وكل سنه وانتم طيبين، ادعمنا بالاشتراك في القناه واضغط زرار اللايك. نخش في الموضوع على طول. بعد اجتماع مجلس اداره الاهلي تم صدور عدد من القرارات اللي موجهه للجنه الانضباط واتحاد الكره المصري، والقرارات دي علشان العقوبات اللي طلعت على النادي الاهلي وطلعت على كهرباء. اهم قرارين منهم وهي مطالبه اتحاد الكره بالاعلان للراي العام عن اسباب قيام لجنه الانضباط بالبث في شكاوى دون الاخرى بعدما تجاهلت هذه اللجنه العديد من الشكاوى والتي تقدم بها النادي الاهلي يعني مدعومه بالمستندات ضد تجاوزات فجه واتهامات باطله وقعت بحق الاهلي ومسؤوليه ولم يتم الرد عليها حتى الان. البند ده بالاخص لان الاهلي وكهرباء قدموا بلاغ او قدموا شكوى للجنه الانضباط ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك المسجون في رمضان والمعزول في ليله العيد بعد ماتش الاهلي والزمالك لما الاهلي كسب 3-0 وكان كهرباء عقده صح. طلع علينا سياده الموسيقار بعد الماتش مسك الحديده وطلع على الراي العام وعمل مؤتمر ووجه السباب للاهلي ووجه السباب للخطيب ووجه السباب للاعب وابوه وامه واخته، وجه يعني سباب بابشع الكلام واصعب الالفاظ اللي تتخيلها واللي انت مش متخيلها، لان هو انسان سليط اللسان. وده تاني قرار معانا الاهلي خده. هنعلق على القرار. كلنا عارفين ان العقوبه اللي اعلن عنها وهي ايقاف كهرباء ماتش وغرامه مليون جنيه وتغريم بعد كده تغريم رئيس نادي الزمالك 300,000 جنه تسد خلال شهر وحرمانه من دخول الملاعب. اخر حاجه وهي كانت تحذير الاهلي من تكرار الجماهير للعبارات المسيئه للقيم والمخله للقيم والاخلاق وغرامه 200,000 جنيه تسد خلال شهر. طب ليه بقى العقوبات دي اولا خرجت بشكل رسمي يوم ما المحكمه اقرت بعزل مرتضى منصور؟ انا ما اعرفش. علشان مثلا تهدي جماهير الزمالك انت عزلت مرتضى منصور وان كده كده العقوبه اللي هتطبق عليه من لجنه الانضباط مش فارقه كتير لان هي هتطبق على رئيس نادي الزمالك وهو ما اصبحش رئيس نادي الزمالك، فتعملوا فيه اللي انتوا عايزينه مش فارقين معانا. ولا عشان اصلا تهديهم اكتر وتقول لهم ان العقوبه اللي على اللاعب او اللي اتطبقت على اللاعب اصلا ما حصلتش قبل كده في تاريخ الكوره، يعني ما حصلتش في تاريخ الكوره ان لعيب احتفل سيان قال كلمه سيان ما قالهاش. الموضوع مش يستدعي 12 ماتش ومش عارف ايه، على الرغم من ان اللاعب ده اتمسح بكرامته الارض 24 ساعه بيتمسح بكرامته الارض في قناه نادي الزمالك. طب فين برضو فين الفعل ورد الفعل؟ وليه ما حدش خد قرار على موضوع قناه نادي الزمالك ده؟ ليه يعني ليه ما اتخذش قرار على الشتايم وكميه الالفاظ اللي بتطلع على اللاعب؟ فين القرار؟ يعني ليه غرمت كهرباء مثلا مليون جنيه علشان قال كلمه؟ ده لو كان قالها علشان قال كلمه وساب رئيس نادي الزمالك عمال يشتم في كهرباء وابوه وامه وراح تغرم كمان اللاعب او توقف اللاعب 12 ماتش. طب ازاي؟ انا مش فاهم. على العموم ده اغرب قرار طلع في تاريخ الكوره كلها. يعني انا مش فاهم اللاعب ده لو قال عملت بعد ما جاب الجون ما كانش حصل فيه كده. وبعدين هل كل ده علشان كهرباء حطه صح مره واحده؟ الله، امال لما يحطوا تاني ايه اللي هيحصل؟ مش فاهم. انت رايح تعاقب رئيس نادي اتعزل، انت بتعاقبه على ايه؟ ممنوع من حضور الماتش، ممنوع من حضور ايه؟ مش هيعمل حاجه اصلا، هو مش هيحضر. ولو حضر انت عاقبت رئيس نادي الزمالك مش مرتضى منصور. انت حددت في البيان بتاعك او العقوبه بتاعتك محمود كهرباء، لكن ما حددتش وقلت مرتضى منصور. هو ما اصبحش رئيس نادي الزمالك وحقه يحضر الماتش اللي هو يعجبه. حاليا هو حقه يحضر. ثانيا فين الكفتين؟ طبعا الاهلي بعت المذكره اللي عملها دي لاتحاد الكوره بيعترض فيها على العقوبات اللي طلعت ايه من لجنه الانضباط او اللي اصدرتها لجنه الانضباط على الاهلي وعلى اللاعب ذات نفسه. المتوقع طبعا ان اللجنه تاخد العقوبه وهتبعتها لجنه التظلمات والموضوع هينزل لاربع او ست ماتشات وغرامه 300,000 جنيه ويقول له الاهلي كده يحمد ربنا ويشكر. يعني ايه كفايه قوي كده ان هي نزلت لحد كده؟ يعني من الاخر كده المنظومه بتدار بنظام سمك لبن تمر هندي. مفيش معايير ومفيش حاجه او اسس انت شغال عليها، لا هو الموضوع كده. ثانيا الاهلي تاني حاجه انه اعترض على التسريب بتاع العقوبه. يعني ازاي العقوبه دي اللجنه دي مستشارين اجلاء ازاي والعقوبه تتسرب قبلها ب3 ايام او قبلها بيومين ايا كان في اجازه او مفيش اجازه؟ ازاي الكلام ده؟ يعني ازاي العقوبه دي تتسرب؟ ازاي دي طالعه من المستشار؟ هل في حكم محكمه ممكن يتسرب قبل ما يطلع بيوم؟ يعني انت ممكن تروح لقاضي هيحكم بكره في حكم في قضيه، ممكن تقول له هو انت حضرتك هتحكم ايه في القضيه بكره؟ فيقول لك ربنا يسهل احنا ان شاء الله بكره هنديله مثلا ايه يعني براءه ان شاء الله، او ربنا يسهل بكره هنديله اعدام، او ربنا يسهل. هل ينفع؟ هل يجوز؟ يعني هل ده عادي؟ هل ده طبيعي في الكوره مثلا؟ انت بتتوقع، انت ممكن تتوقع من ايه؟ ممكن تتوقع العقوبه اللي هتنزل على اللاعب زي بالظبط الشناوي عمل فعل مشين، ضرب لعيب بالبوكس، خلاص اطلع بره، الاهلي هيطبق عليك عقوبه دي لوحدها، دي يعني ايه خاصه
الاهلي وتاديب اللاعب، وفي عقوبه تانية من الاتحاد او لائحه العقوبات، انت مثلا ضربت ضرب متعمد مش عارف ايه، ماتش اتنين غرامه 50,000 جنيه، غرامه 60,000 جنيه. في قواعد انت ممكن تستنتج منها العقوبه هتكون ايه، لكن بالمنظر ده مفيش حاجه، مفيش اسس، مفيش اي حاجه. لله الامر، على الرغم من ان لجنه العقوبات دي بسم الله ما شاء الله وهم مستشارين اجلاء، لكن مرتضى لما كهربا يعني عمل فيه بلاغ او قدم شكوى فيه، هم طالبوا ان مرتضى منصور يجي يمثل بالنص كده للتحقيق، لان هم حققوا مع كهربا. طبعا مرتضى طلع على قناه نادي الزمالك خدهم غسيل ومكوى، وهم طبعا بعدها شتيمه وقله ادب، وانتوا مين، مع احترامي ليكم وانتوا مين، يالا انت. طبعا الناس اتقمصت، وبعد كده قدموا استقالتهم واترفضت من اتحاد الكوره او اترفضت من وزير الشباب والرياضه. بس هو فعلا كان حلال ان مرتضى، يعني رد مرتضى منصور في المواقف دي على اشخاص معينه، هو فعلا الرد ده حلال اللي بيتعمل فيه، يعني حلال بالنسبه للشخص اللي بيتعمل فيه، لان هو كان رافض ان هو يروح يمثل قدامهم، والراجل راح بعت لهم ايه، قال لهم طب انا موافق ان انا ممكن امثل للتحقيق، بس هبعت لكم المحامي بتاعي او هبعت لكم شخشيخه من الشخاشيخ بتاعتي. وطبعا يا مكتر الشخاشيخ في القناه. وتاني حاجه معانا وهي الرئيس المحبوس اول يوم في رمضان والمعزول في ليله العيد. وزاره الشباب والرياضه تأمر نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور من منصبه طبعا كرئيس لنادي الزمالك، وسرعه عقد جمعيه عموميه او قيام جمعيه عموميه لتغيير رئيس النادي. طب ده اللي هيتم في الفتره الجايه بالنسبه لنادي الزمالك، يعني تقريبا نادي الزمالك هيعين سليمان وهدان هو رئيس نادي الزمالك، ده في الصوره عشان بس بقى. اما بالنسبه لمرتضى منصور، يعني سليمان وهدان ده هيبقى في الصوره كده والكادر الرئيسي قدام الجميع وعلى الورق والكلام من ده. اما بالنسبه لمرتضى منصور فده برضه هيتم تعيينه رئيسا شرفيا لنادي الزمالك، وهو طبعا هيبقى يعني راجل لازقه بالنسبه لاي حد ما بيحبوش، فيعني راجل قاعد على قلب الكل. فهيباشر طبعا عمله بشكل طبيعي جدا، وهيباشر عمله من مكتبه وكأن شيئا لم يكن. والراجل ده يعني انا بستغرب والله العظيم. انت قعدت تقول انا يا جماعه انا الموضوع بالنسبه لي انا مش عايز ابقى رئيس نادي الزمالك، انا الموضوع جاب لي تعب وجاب لي جلطه وجاب لي مش عارف ايه وتعبت وقعدت في البيت كام يوم، انا عايز اسلم الزمالك لاي حد يكون مش عارف ايه ويمسكه وانا اسيب الموضوع. طب ما تسيبه طب ما تسيبه دلوقتي، ما انت جالك عزل، حكم عزل، ما تقدرش اللمبه او الاضاءه والمايك والحديده ما تقدرش تموت بره السمك بره الميه يموت. وهل قانونا ان هو يفضل مكمل في منصبه كده؟ وهل قانونا بالنسبه للجنه العقوبات اللي اصدرت قرار بان هو يعني الراجل ده يتغرم وما يحضرش، هل قانونا يعني هل اللي بيحصل ده كده، هل دي كواليس كوره، هل دي كواليس اداره كوره او اداره رياضه اصلا او اداره مسابقه بصفه عامه؟ لله الامر. اخر حاجه معانا وهي ان نادي الرجاء المغربي يعلن عن اصابات كبيره وعدد كبير من اللعيبه، تقريبا كان اعلن عن 3 أو 4 اصابات لعيبه، وكانه بيوجه رساله للنادي الاهلي ولاعيبته ما تتعبوش نفسكم، كده كده الماتش بالنسبه لكم هيبقى سهل. واعلنوا رسميا عن الموضوع ده ونزلوا صور للعيبه على النت، والموضوع بقى انتشر زي النار في الهشيم، الموضوع انتشر بشكل غير طبيعي. النهارده اعلنوا رسميا عن ان قائمه الفريق كامله ورجوع كل الاصابات، يعني مش عارف ازاي رجوع كل الاصابات، انتوا كده وضعكم يعني انت ايه ازاي؟ هو حاطط لي واحد متجبس وواحد رقبته مخلوعه وواحد مش عارف ايه، والنهارده بسم الله ما شاء الله كان الكلام ده يوم الثلاث اخر اليوم، النهارده خفوا يعني الكسر والجبس والجبيره والرقبه والكلام من ده كل ده خف. طب اصلا انتوا وضعكم مش يعني زي الزفت في الدوري، انتوا الرجاء ما كسبش اخر 5 ماتشات، ما كسبش اخر 5 ماتشات في الدوري، وترتيبه بقى الخامس في الدوري. اما بقى بالنسبه للاهلي فما تقلقوش، يعني بالنسبه لو انتوا بتهدوا نار الاهلي وبتشتغلوا على خطه بيتسو موسيماني اللي هي التنويم في العسل وانك انت تثبت الزبون لحد ما يجي لك، ما تقلقوش بقى بالنسبه للتعامل مع الاهلي، فما تقلقوش، كده كده اللي هيتعامل معاكم هو ال 52,000 اللي هيحضروا الماتش، والناس دي ما تعرفش يعني ايه خساره، وما تعرفش يعني ايه ان انا يضحك عليا او ان انا يتعامل معايا الغلط. الناس دي هتعرف اي فريق هيقابل الاهلي في ملعبه في استاد القاهره قيمه تيشيرت الاهلي وقيمه وجود الجمهور وقيمه وجود اللعيبه اللي بتلعب علشان الجمهور ده وراها، وما تقدرش تاثر، لان اللعيبه دي عارفه ان بغض النظر حتى لو انت في ايديك انك انت تاثر، الجمهور ده مش هيسكت ومش هيسيب حقه، الموضوع خارج عن السيطره. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا الصغيره النهارده ليله العيد، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بكل خير. ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.